اهلا بيكم في حلقه جديده من شغل نفسك. حلقتنا النهارده كانت المفروض انها تتكلم عن بدايات التسويق الالكتروني ومصطلحاته، لكن بعد ما نزلنا الحلقه الافتتاحيه جات لنا رسائل كتير على صفحه الفيسبوك وعلى السكاي بي وعلى الايميل. الناس بتطلب مننا ان احنا نقدم في الحلقه الاولانيه حاجه تكون سهله وسريعه يقدروا يطبقوها ويستفادوا منها، وعشان كده خلينا الحلقه النهارده هتتكلم عن العمل من المنزل من خلال مواقع العمل الحر وتقديم الخدمات الصغيره بمقابل مادي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الموقع بيلعب دور الوسيط ما بين صاحب العمل وما بين مقدم الخدمة، وبيكون فيها محدد سعر الخدمة والتوقيت اللي هيخلص فيها الخدمة، وبيتم التواصل ما بين صاحب العمل ومقدم الخدمة من خلال الموقع بس. المواقع دي بتتقسم لنوعين. النوع الاول بيكون بيقدم خدمات صغيرة، في منه العربي وفي منه الاجنبي، ومن اشهرهم موقع خمسات، موقع اي خدمة، موقع فايبر. وده بيتراوح في سعر الخدمة من $5 لحد $100. اما النوع التاني من المواقع ديت بيكون بيقدم خدمات صغيره وكبيره وتوظيف عن بعد، ومن اشهر المواقع المعروفه من خلال العمل واغلبها بيبقى اجنبي فريلانسر وايلانس واوديسك. ودي بتتطلب منك ان انت يكون معاك لغه كويسه. وكل المواقع ديت قايمه على فكره الوساطه ما بين صاحب العمل وما بين مقدم الخدمه، والموقع بيضمن لك حقوقك كامله، لان كمان الموقع بيستفيد منك لانه بياخد نسبه من الشغل بتاعك ومن الفلوس اللي بتطلع لك. واحنا النهارده هنشرح موقع منهم بالتفصيل، وهو موقع اي خدمه. انا شخصيا اشتغلت عليه وبثق في الموقع ده جدا، وعشان كده حابب ان انا اشرحه لكم وبالتفصيل. يلا بينا نشوف شرح الموقع، وبعد كده استنونا لما نرجع في نهايه الحلقه لاننا عاملين مسابقه لكل متابعينا اللي بيتفاعلوا معانا، وهنقدم لهم هدايا كويسه تساعدهم في العمل من خلال الانترنت. يلا بينا نشوف الموقع دلوقتي. زي ما انتم شايفين ده كده الواجهه الرئيسيه الخاصه بموقع اي خدمه، وهو من مواقع تقديم الخدمات الصغيرة. أنا بفضل الموقع دوت بشكل كبير لأنه فيه خدمات كتير، ومن أسهل المواقع اللي ممكن تستخدمها. وتاني حاجة في مميزات هتعرفوها واحنا بنتعامل مع بعض واحنا بنشرحه. احنا نعرف ازاي ان احنا نسجل على الموقع، وازاي ان احنا ننزل خدمة، وازاي ان احنا ناخد فلوسنا من الموقع، لأن الموقع لسه منزل خدمة جديدة في انك ازاي تاخد فلوسك من الموقع بشكل بسيط وسهل غير الأول. يمكن الخدمة ديت مبقاش 10 أيام تقريبا. طيب تعالوا كده نبص على الموقع والخدمات معروضة فيه ازاي. دي زي ما قلنا الواجهة الرئيسية. لما بننزل لتحت كده بنشوف الخدمات اللي معروضة. زي ما انتم شايفين دي خدمات معروضة هنا، ده سعر الخدمة هنا، عدد المرات اللي اتباعت فيها الخدمة هنا، كم واحد عمل لايك على الخدمة ديت. دي برضو خدمات مماثلة. دي الخدمات زي ما انتم شايفين. والموقع بيعمل حاجة كويسة جدا انه من تحت كده كل فترة بيروح منزل اسم من اسامي الناس اللي موجودين على الموقع او الناس اللي قدمت خدمات، وحقق كام، هو منين وحقق كام عملية بيع وحقق منها كام فلوس. ده زي عملية تشجيع. وهنا ديت خدمات مطلوب تنفيذها. يعني انا دلوقتي راجل صاحب عمل مش لاقي الخدمه اللي انا عايزها، فبروح حاطط بقول انا عايز حد يصمم لي كذا، عايز حد يعمل لي كذا. فبتروح داخل مقدم العرض بتاعك بتقول لي انا هعمل لك الموقع دوت مثلا، يعني دوت مثلا مطلوب موقع رياضي الفكر في حدود $5. فانا عجبني الموضوع فاروح داخل قايل انا طب انا عايز اعمل لك الموقع دوت ب$5، وعندي فكر جديد وبتعرض عليه وهو بيختار من الناس اللي بتعرض عليه. طبعا دي هنا الاعلى مبيعا خلال اليوم. خلال اليوم دي الناس اللي باعت بشكل كبير. تمام. طيب ايه هي الاقسام اللي انا لما هقدم خدمات ايه هي الاقسام اللي هقدم فيها؟ لما تشوف ان هو بندوس هنا هتلاقي خدمات تصميم والجرافيك، اي حاجه فيها تصميم بقى، سواء بقى تصميم فوتوشوب، تصميم اعمال فيديو، تصميم بانرات اعلانيه، تصميم بطاقه اعمال، اي تصميمات من اي نوع. خدمات الأعمال أي خدمات أعمال من أي نوع. زي ما أنت شايف الأقسام قدامك: خدمات أعمال أخرى، تجارة إلكترونية، خدمات صوتية، خدمات مالية، تسويق إلكتروني، كل أنواع بقى التسويق الإلكتروني. إن أنت تجيب صور المواقع، إنك تعمل إعلانات المواقع والمدونات، يعني تحط إعلانات، إنك تعمل مقالات، تكتب مقالات وتنشرها. الجزئية اللي أنت حابب إنك تشتغل فيها. الشبكات الاجتماعية: بتقدر تسوق على انستجرام، بتسوق على تويتر، بتسوق على الفيسبوك، بتسوق على اليوتيوب، بتسوق على الواتساب والبلاك بيري. تسويق على شبكات اجتماعية أخرى.
اي بقى حاجه من الشبكات الاجتماعيه التانية. خدمات تقنيه انك بتقدر تعمل قوالب وصيدات زي قوالب المدونات، انك بتقدر تعمل برامج اندرويد او برامج تطبيقات زي اللي بتبقى موجوده على الموبايل، تقدر تعمل مدونات، تقدر تعمل حاجات الوورد بريس، حاجات الايفون، اي حاجه من الحاجات المتعلقه بالتقنيه. طبعا الكتابة والترجمة دي من الخدمات اللي برضو عليها طلب بشكل كويس. في تكتب سيرة ذاتية بشكل احترافي، في ناس بتبقى طالبة دوت، انك تكتب مقالات للناس اللي عندها مواقع او مدونات عشان تنزلها، فبيطلبوا دوت فانت لو عندك مهارة الكتابة وانك تكتب في مجالات كويسة، بتقدر تقدم الخدمة ديت. طبعا استشارات ونصايح، عندك بقى استشارات كتير. لو انت راجل فاهم في التسويق بتدي استشارات تسويقيه، لو انت عمل التجاره عندك خلفيه عن عمل التجاره بتدي استشارات في الموضوع ده. تقدر تعمل دراسات جدوى وابحاث، استشارات شخصيه اللي هي الحاجات الشخصيه بقى ايا كانت. استشارات قانونيه لو انت محامي وعندك استشارات قانونيه تقدر تدي الاستشارات القانونيه. في ناس بتستفسر استشارات ماليه لو انت برضو محاسب وعندك القدره انك تدي استشارات ماليه بتقدر تحط الخدمه بتاعتك. دي تقريبا الاقسام اللي موجوده في الموقع اللي تقدر انك تنزل عليها. تعالوا بقى دلوقتي نشوف احنا الاول هنسجل ازاي، يعني ازاي بقى يبقى ليا اكونت. التسجيل على الموقع دوت مجانا تماما، يعني ما فيش بقى لا دفع فلوس ولا القصه دي كلها عشان تعمل اكونت على الموقع دوت. بتيجي نوت شايف مستخدم جديد ديت بندوس عليها، يقول لك مستخدم جديد، انك تسجل. طبعا ممكن تخش من خلال فيسبوك وده انا مش بحبذه، انت اعمل حساب بالايميل زي اي حاجه. اسم مستخدم بتستخدم اسم عندك، انا عاده بستخدم الاسم بتاع الايميل. تمام، وبتدخل البريد الالكتروني بتاعك، وبتدخل كلمة مرور، وبتكتب الحروف اللي قدامك دي، وطبعا بتعمل تشيك على انك بتوافق على الشروط وتدوس ارسال. دلوقتي انت بقى ليك اكونت على الموقع ده. كده الشكل الموقع بعد ما تسجل دخول عليه. اول حاجة هنخش جنب اسمك هنا هتلاقي فيه سهم، هتخش عليه. اول حاجة البيع والتسويق بالعمولة، دي لما بتخش عليها بيبقى مديك لينك. الناس لو اشتركت من خلالك بيديك لما حد بيشتري خدمة بيديك دولار مرة واحدة بس. بعد كده لو اشترى بعد كده ما بيديكش اي حاجة. في نظام النقط، ده انك بتاخد نقط على حجم المبيعات بتاعتك والمشتريات بتاعتك، بتاخد نقط عليها زي نظام فودافون والقصة ديت. يعني مش محتاج ان انا اركز عليه. خدمات مفضلة دي انت وانت بتقلب كده لقيت خدمات كويسة عجباك بتعمل لها تفضيل او ان انت بتخليها في الفيوريتس بتاعتك. في الاعدادات طبعا دي اللي يهمني ان انا بخش على الاعدادات. هنا طبعا الاسم بتحط اسمك، يعني انا هكتب مثلا كارم عمران. ده كده الاسم بتاعي بحطه. الايميل بتاعك هنا بيقول لك انت ما اكتفتش الايميل، احنا عملنا الاكونت بس ما اكتفناش الايميل، فانت محتاج ان انت تاكتف الايميل. ففي الحالة ديت انت لازم تروح على الايميل بتاعك وتاكتف الايميل بتاعك علشان خاطر تقدر ان انت تشتغل بشكل كويس. فهنروح للايميل، هتلاقي الموقع باعت لك ايميل. احنا بندخل على الايميل زي ما انتم شايفين. دخلنا على الايميل لقينا زي ما انتم شايفين كده ادي ايميل مرحبا بك في اي خدمة. هتخش على الايميل ده زي ما انتم شايفين بيقول لك لاكمال اشتراكك فضلا قم بتأكيد بريدك الالكتروني. بالضغط على الرابط دوت بتدوس على الرابط دوت بيقول لك نجاح تم تأكيد بريدك الالكتروني، تسجل دخول. بتكتب اليوزر نيم بتاعك والباسورد وتدوس تسجيل دخول. انت كده بالفعل الايميل بتاعك بقى
متاكتف. زي ما انت شايف دخلنا على الاعدادات تاني، هتلاقي ان الايميل بقى معمول عليه علامه صح. طبعا احنا عشان ما سيبناش المره اللي فاتت فالاسم ما سيفش، فهنكتب الاسم تاني. طبعا انت بتكتب اسمك الحقيقي، وبعد كده بتنزل بتلاقي حاجة اسمها بريد حساب باي بال. الباي بال ده عبارة عن بنك على الانترنت بيتعمل عليه حساب علشان تستقبل عليه فلوسك. طبعا اللي بيعملوا او بيستخدموا الباي بال اغلبيتهم من بره مصر، لان في مصر مقفول ان انت تستقبل عليه، انما ممكن تسحب منه. يعني بتربطه بالفيزا كارد بتاعك وبتستخدمه في انك تدفع من خلاله لو هتشتري حاجه من على النت، انما ما بتستقبلش عليه فلوس. مقفول عندنا في مصر. المفروض كان يتفتح يوم 8 اكتوبر اللي فات 2014، بس برضو ما اتفتحش في مصر، ولغايه دلوقتي الموضوع متعلق، ما يعني لاسباب بقى يعني مش عارفين ايه هي. بس في كل الاحوال ان هو دلوقتي مش يعتبر مش شغال عندنا في مصر كان استقبال فلوس. كنا زمان بنستخدمه في ان انت بتشوف وسيط، الوسيط دوت بيتحول عليه الفلوس، هو من خلال الباي بال بتاعه بيستقبل الفلوس ديت وبيديها لك بقى باي طريقه ايا كانت، سواء بقى بتحويل بنكي، بفودافون كاش، باي شكل. لكن كان مثلا بياخد نسبة مع نسبة المصاريف، فبتلاقي نفسك لو عامل $100 بيوصلوا 65 مثلا يعني، فكانت نسبة كبيرة انك بتخصم منك مبلغ كبير يعني. فأي خدمة حل المشكلة ديت بالنسبة لنا احنا في مصر، ودي كانت من الحاجات الحلوة اللي عملها وما عداش عليها أسبوع و10 أيام، إنه دخل فودافون كاش في إنك تستقبل عليها فلوسك. يعني أنت دلوقتي لو عندك خط فودافون وحاطط عليه عامل عليه حساب فودافون كاش، هتستقبل فلوسك من الموقع بمنتهى السهولة وكاملة من غير ما تنقص أي حاجة من أي نوع. بمجرد إنك بتدخل الرقم بتاعك على في المكان دوت، وبيبعت لك كود، بتدخل الكود دوت وبتأكتفه، وبيبقى خلاص بعد كده بتبتدي تحول فلوسك أو تشحن حسابك من خلال خط التليفون. طبعا هنا بتقول أنا بتختار الجنس ذكر أو أنثى. بعد كده المزيد عنك بتكتب بقى وصف عنك، فلان الفلاني، ماجستير، كذا، عملت كذا، مش عارف ايه التفاصيل اللي انت الخبرات بتاعتك بتكتبها، بحيث ان الناس لما تقرا عنك تعرف انت عملت ايه. طبعا انت عايز تستلم نشرات اسبوعيه بتعلم عليها، مش عايز تستلم نشرات ما بتعلمش عليها، وبتدوس تحديث. كده انت سجلت بياناتك خلاص، فبقى الاكونت بتاعك موجود. طبعا انا سايب دول فاضيين لان انا اوريدي عامل اكونت، فمش هحط ارقام تليفونات ولا هحط باي بال، فانا بس عشان اشرح لكم. بنرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا. دلوقتي عندي انا الرصيد، ده رصيدي. لما بدخل على الرصيد زي ما انت شايف كده، دي كده الرصيد، صفحة الرصيد بتاعي، رصيدي. هنا رصيدي ده رصيدي على الموقع، مش على الموقع اللي انا عامل منه فلوس، لا، اللي انا شاحن بيه، يعني فلوس اللي انا اشتري بيها خدمات. تمام. وده رصيدي الفلوس اللي انا اشتغلت بيها على الموقع من اول ما بدأت. تمام. وده رصيدي اللي متوفر دلوقتي واقدر اسحبه، سواء بقى بفودافون كاش او بالباي بال. وده رصيد اللي يعني منتظرين الموافقة عليه عشان يتحول يبقى متوفر. وده الرصيد محتاج التأكيد عليه، يعني عملت خدمات وما عداش لسه 10 ايام بعد ما الخدمات دي اتنفذت، لان انت بتستنى 10 ايام في الحساب المجاني، بتستنى 10 ايام لغايه ما الفلوس بعد كده بتنزل في حسابك، بعد ما بيبقى انت استقبلت الخدمه، ويعني او قدمت الخدمه وتوافق عليها وكل الدنيا تمام. ودي فلوس الدفعات المنتظره اللي انت لسه خدمه ما نفذتهاش، يعني لسه بتنفذها بس اوريدي بيقول لك ان انت عندك مثلا خدمه 2 3، عندك مثلا مبلغ $10، $20، $50، دول لسه انت دفعات لسه منتظره لانك لسه ما قدمتش الخدمه، لسه بتجري تنفيذها. دي الفلوس اللي انت سحبتها، انت سايب بقى متوفر عندك $20، $30، $1000 ايا كان، وسحبتهم، فبقول لك انت سحبت كذا. عائد الشراء دي الارباح التي استخدمتها لشراء خدمات، دي المبالغ اللي انت استخدمتها لشراء خدمات. انت بقى ما بعتش خدمات، لا انت بتشتري، فدي المبالغ اللي انا اشتريت بيها خدمات. ده رصيدي. شحن الحساب بيبقى برضو عن طريق الباي بال
او فودافون كاش، بتحدد المبلغ اللي انت عايز تشحن بيه، 10 دولار 25 دولار ايا كان، وبتحدد الوسيله اللي انت عايز يعني تشحن بيها حسابك، وده بيبقى من خلال الدفع بواسطه فودافون كاش، لان ده هتبقى افضل لك، وهو بيبقى شارح لك تعمل ايه بالظبط وبالتفصيل. بتدخل رقم هنا اهوت، وبتدخل كلمة المرور الخاصة بيك لتسجيل طلبك، وتبتدي في شحن رصيدك. ده بالنسبة لرصيدي وشحن رصيد. طب الخدمات، خدماتي لما بتدوس عليها دي الخدمات بيظهر هنا اهوت الخدمات اللي انت نزلتها. انا بالنسبة لي حساب لسه جديد اهوت، فمنطقي مفيش خدمات موجودة. هو بيقول لك تاخد خدمة جديدة أصبح سهلا للغاية. هنا بيشرح لك بيقول لك بقى فكر في تقديم خدمات مبتكرة وجديدة، يعني بيفيدك عشان تكسب كتير من المال. ابدأ الآن بتقديم خدمتك الأولى. تمام. لو دوست هنا هيحولك على إنشاء خدمة جديدة، بس دي إحنا يعني إيه هنخليها للآخر، هنشرح إزاي تقدم خدمة. خدمات أريد توفرها، بتكتب الخدمة اللي أنت بتخش عليها، وبتروح كاتب الخدمة اللي أنت عايزها. لو أنت صاحب عمل، أنا عايز خدمة كذا كذا كذا، وبتكتب التفاصيل بتاعتها. خدمات مطلوب تنفيذها، هنا بتشوف الناس اللي عارضة الخدمات، ممكن تكون انت يعني تقدر تقدم خدمة من ديت، فبتقدم العرض بتاعك. اضافة خدمة جديدة، ودي هنرجع لها في الاخر علشان دي من الحاجات المهمة. المبيعات دي بيطلع لك تفاصيل المبيعات اللي انت عملتها، الطلبات النشطة اللي انت لسه شغال فيها، اللي انت سلمتها بالفعل دي المكتمل انه خلاص قبلها ووافق والفلوس اتحولت لك. دي الملغية ان انت لغيت الخدمة ما نفذتهاش. ايه المشتريات؟ زي المبيعات بالظبط، الموضوع سهل وبسيط جدا. طبعا عندك هنا دي الاشارات، اي اشارات بتجيلك على الموقع بتظهر لك هنا، وبتجيلك على الايميل برضو. وهنا الرسائل دي لما بيبقى بتتخاطب او بتتكلم مع اي حد من الناس، سواء اصحاب العمل او الناس اللي انت بيقدموا لك خدمات لو انت بتشتري خدمات. فده كده باختصار. طبعا احب اوضح حاجه، ان من شروط الموقع ان انت ما تتواصلش مع الناس بره الموقع، لان ده هيعرضك للحظر، ولو ليك فلوس او ليك اي حاجه على الموقع هتضيع عليك. انت كل تعاملك من خلال الموقع، وما تبعتش اي حاجه فيها رقم تليفونك لصاحب العمل، ولا ايميلك، ولا اي حاجه من القصص دي. طبعا الشروط والحاجات دي كلها هنوريك الشروط ديت ايه، وتقراها بتمعن قبل ما تبتدي تشتغل. اهم نقطه بقى في النقط دي كلها، انا دلوقتي عايز اقدم خدمه. طيب انا راجل مثلا اعرف اترجم، عندي اللغه كويسه، مع ان ده مش حقيقي يعني بالنسبه لي انا، بس هنقول انا راجل بعرف اترجم، خريج ألسن او معايا لغه كويسه، مش شرط اكون خريج ألسن، اي حاجه يعني كانت، وقادر ان انا اقدم لغه ترجمه. انا ببعد عن التسويق الالكتروني خالص، علشان خاطر الناس اللي عايزه تشتغل الشغل بتاعها وهي دارسه حاجات من تانية غير التسويق الالكتروني. اهم نقطه بقى هتهمنا، وهي ان احنا نضيف خدمه جديده. تعالوا كده بقى نبتدي نضيف خدمه جديده. بنيجي عند الخدمات وندوس اضافه خدمه جديده، بيطلع لنا زي ما انتم شايفين داتا المفروض هنملاها. نركز بقى في الداتا ديت، لان ايه احنا حابين نوضحها. احنا هنتكلم دلوقتي عن ان انا راجل عندي القدره ان انا اقدم خدمه الترجمه. طيب يبقى هنكتب كالتالي، هنعمل خدمه مع بعضينا ونشوفها. سوف اقوم بترجمه عدد 10 صفحات من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والعكس. طبعا انت بتختار العنوان ده بعناية، انا بكتب كده حاجة عشان بس بشرح. انت بتختار العنوان ده بعناية جدا عشان يجذب العميل ليك. طبعا كتبت العنوان بتاعك، بتحدد سعر الخدمة بتاعتك ايه. ال10 صفحات انت تعمله ب5 دولار، ولا ب10، ولا ب20، ولا ب15، ولا ب25، ولا ب30، ولا بأي أي مبلغ. طبعا انت بتحدد مجهودك، لكن انا بنصحك انك قبل ما تنزل الخدمة بتاعتك خش شوف الخدمات الشبيهة بيها ونازلة
المدة بتاعتها قد ايه، السعر بتاعها قد ايه، الكمية بتاعتها قد ايه، واستخدمهم استرشاد ليك. يعني انت مش لازم تعمل زيها بالظبط، لا يعني مش لازم ان انت ترخص فانت لما ترخص يبقى انت هيجيلك عملاء، لا انت ممكن تبقى اغلى بس يجيلك عملاء لان شغلك احسن. القصة مش في كده، بس انت تسترشد بيها. وبما انك لسه بادئ ما تحاولش تغلي، يعني ادي جودة اعلى واتعب شوية بس يعني لحد ما ان انت تكون مجموعة ورياكشنات كويسة عنك، لان الناس بتقيم، بتعمل لايكات وبتدي تعليقات على الخدمة بتاعتك، وانت لازم تحسهم على دوت وتقول لهم قيموني، علشان دوت بيدي انطباع كويس عنك على اي عميل يخش لما يلاقي ان الناس كلها بتتكلم عنك بشكل كويس، فيقول لا انا افضل ان اشتغل معاه حتى لو هو غالي، بس افضل اشتغل معاه. فهنفترض ان احنا هنبتدي الترجمه ال10 صفحه هنخليها $5. التصنيف طبعا بتحطها في التصنيف بتاعها، فانت هتختار التصنيف. احنا طبعا كان في تصنيف ترجمه، خدمات ترجمه، تمام. الوصف هتقول مثلا تكتب بقى وصف براحتك، ترجمه من العربيه، من العربيه الى الانجليزيه بشكل احترافي، وتكتب بقى وصف كامل ودقيق عن اللي انت هتعمله. يعني ما مش تكتب جملتين وخلاص، لا، بوصف شامل كل اللي هتقدمه للعميل. كل ما كان الوصف بتاعك كويس كل ما كان ده بيفيدك في ان انت العميل يحب انه يشتغل معاك ويفضلك عن غيرك. طبعا انا بكتب باختصار بس دلوقتي ان انت ممكن تكتب لغاية 450 حرف، بس اهم حاجة انك توصف بدقة علشان العميل يبقى جاي عارف انت تعمل ايه. طبعا التعليمات للمشتري انت بتقول له مثلا ايه، ارسال ال 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 الملف المراد ترجمته، واي حاجه انت محتاجها في الشغل بتاعك، يعني انت محتاج ايه بالظبط بتكتبه له عشان يبعته لك، تمام. طبعا انت ممكن تقول ترجمه من العربيه للانجليزيه بشكل احترافي، سواء بقى ترجمه مكتوبه او من فيديو او من صوتيه، على حسب انت ما هتقدر او انت مهارتك ايه بتوصفها بالظبط. هل انت هتترجم ورق بس، ولا هتترجم ورق وصوت، ولا هتترجم ورق وصوت وفيديو، ولا فيديو بس، ايا كان. يعني ممكن تترجم سماعي مش شرط تبقى مكتوبه. كل دوت انت بتحدده، وبتحط تعليماتك المشتري كل الحاجات اللي انت محتاجها من المشتري عشان تقوم بالخدمه بتاعتك. هتقدم بقى مده العمل القصوى ديت، انت اكتر مده تقدر انك تخلص فيها الخدمه بتاعتك. يعني ال10 صفحات ياخدوا منك كام يوم، 2 3 4، بتحط المده اللي انت واثق تماما انك مش هتعداها، لانك لو اتاخرت ده بيعمل عنك انطباع سيء جدا، فيفضل انك تسلم الشغل في ميعاده او قبل ميعاده ويبقى احسن. بالتالي انت بتحط المده اللي انت عارف انها تبقى مرتاح وتبقى عامل حساب الظروف. يعني انت لو هتخلصها في يوم حط يومين، هتخلصها في يومين حط 4، على قد ما تقدر انك تخلي المساحه يعني لو حصل اي ظرف تبقى قدامك وقت تعوض الوقت ده. فهنفترض انا هنقول متوسط 3 ايام. تاني حاجه بتيجي تضيف صوره، ودي حاجه مهمه جدا، الصوره تكون معبره جدا عن الخدمه بتاعتك. طبعا بتختار صوره، دي صوره احنا مختارينها بتحطها. طبعا لو عندك فيديو بيشرح الخدمة بتاعتك على اليوتيوب بشكل كويس، يفضل انك تحط الرابط بتاعه بحيث الناس تشوف الخدمة بتاعتك بشكل، او لو تسجل لنفسك فيديو وتحطه على اليوتيوب وتحط الرابط بتاعه انك هتعمل ايه بالظبط، ولو كلمت كام كلمة او انك ترجمت كام حاجة بشكل كويس، بحيث انك تقدم خدمتك بشكل كويس الناس تبقى عارفة هي بتتعامل مع مين. الوسام دوت اللي هو الكلمات البحثيه، ان انا لما اخش اعمل سيرش عليك على الموقع دوت او حتى بره تظهر لي. يعني هقول مثلا ترجمه، هنقول ترجمه عربي انجليزي وانجليزي عربي، واكتب 5 6 كلمات يكونوا بيعبروا عن الخدمه بتاعتك. طيب دلوقتي عندنا 3 حاجات من الحاجات المهمه اللي لازم نبقى فاهمينها كويس قوي. اضف مميزات اضافيه للخدمه. انا بترجم ال10 صفحات، طب انا لو جه حد قال لي انا عايز 20 صفحه هيطلب الخدمه مرتين. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اروح قايل له
سوف أقوم بترجمة 10 صفحات أخرى بمبلغ بقى. طب أنت لو 10 صفحات تانيين في المقابل الطبيعي $5، لا طب ما أنت ممكن تعمل حاجة إنك تخليها $4. دي ميزة إنك عامل له تخفيض $1، وهكذا بتضيف الحاجات اللي انت عايز تضيفها وبتختار المبلغ بتاعها. اعرض هذه الخدمة في نظام البيع بالعمولة والتسويق. دي من النقط المهمة والحلوة قوي في اي خدمة، ان انت ممكن تخلي الناس تسوق لك. ازاي؟ انك تروح جاي داس على العرض دوت، ان اي حد هياخد اللينك بتاع الخدمة بتاعتي ديت، لان كل واحد بيطلع له لينك خاص بيه لما بتختار الخدمة ديت، ان انت تعرضها ان الناس تسوقها لك. فانا لما اجي اخش الاقي الخدمة ديت، انا واحد من الناس ما عنديش قدرة على الترجمة وما عنديش خدمة اعرف اقدمها، بس انا ممكن اسوق خدمة حد، انا راجل مسوق. فاروح جاي واخد الخدمة بتاعتك، انت هتروح عارضها مثلا عرض هذه الخدمة للبيع التسويق، فتروح حاطط مثلا ايه اللي هيسوقها لي ياخد من قيمة الخدمة $0.5. فانا لما اسوقها لك ويجي حد من خلال الرابط بتاعي اخد $0.5 دول. في الحالة ديت انت بتسوق لنفسك بشكل غير مباشر. انت مقدمه $5 هيوصلك منهم 4. ال4 دول ليه؟ لان الموقع اصلا بياخد 1%، بياخد 20% من قيمة الصفقة. يعني انت المبلغ $5 هو ياخد منك 20% للموقع، لان هو الوسيط اللي ما بينك وما بين صاحب العمل، فهو ياخد $. فانت يبقى لك 4. طب واحد سوق لك وانت حاطط $0.5، فانت يبقى لك 3.5، والواحد ده ياخد النص. ودي من الحاجات الحلوة اللي في اي خدمة ان انت تستخدمها، ويفضل انت في البداية تستخدمها. بعد كده بتدوس أقر وأوافق على أن الخدمة لا تخالف الشروط، وتروح دايس إرسال. تم إرسال خدمتك وستتم عرضها. هدوس على خدماتي كده، ادي الخدمة بتاعتي بالصورة بالسعر بتاعها، وبعد كده كاتب لي هنا اهوت، شايف الحالة بانتظار الموافقة. الموقع بياخد من ساعة لساعتين عشان يوافق لك على خدمة بعد ما بيراجعها الأول، هنشوفها مخالفة ولا مش مخالفة أو أيا كانت التفاصيل بتاعتها. طبعا يوم ما بيتأخر خالص ما بيتعداش يوم، وممكن في خلال 10 دقايق تلاقيها اتفعلت. فانت وحظك بقى، بتنزل بقى خدمة واثنين وثلاثة وتبتدي تعرف الناس بالخدمة بتاعتك. طبعا لما بتوافق عليها بتظهر للناس وبتنزل في القسم بتاعها. ده كان عرض مبسط للموقع، يعني اتمنى ان انا اكون وصلت لكم الموضوع بشكل يكون كويس، وقدرت ان انا افيدكم بالقصة ديت. واي استفسارات زي ما قلنا تابعونا، راسلونا على صفحة الفيسبوك، راسلونا على الايميل، راسلونا على سكايبي اونلاين كل يوم جمعة من 5 ل7، وهتلاقوا رد على اسئلتكم. وفي مسابقة احنا هنكون عاملينها للناس اللي تشترك. تابعوا الجزء اللي فاضل من الحلقة هتعرفوا المسابقة وهتعرفوا تفاصيلها. زي ما شفنا من خلال شرح الموقع، انك تقدر تتعامل مع ناس من كل انحاء العالم، وانك تقدر تنفذ لهم الخدمات اللي هم طالبينها وتحقق من ده دخل كويس. وكل ما اديت مجهود كل ما حققت دخل اكبر. بس اهم حاجه ان يكون عندك امانه ومصداقيه في الشغل بتاعك، لان ده هيفيدك في التقييم على الموقع، وده هيخلي العملاء تشتغل معاك وما تشتغلش مع غيرك، لان تقييمك هيكون عالي. في النهايه احنا عاملين مسابقه لافضل خدمه هتنزل على الموقع، تكون مكتوبه بشكل كويس ومتقدمه بشكل متميز. والخدمه اللي هتفوز معانا هيتم نشرها على صفحه شغل نفسك، وهيتم نشرها على 250 جروب متفاعل على الفيسبوك، مساهمه مننا لمساعده صاحب الخدمه في تسويقها وتعريف الناس بيها اكتر. لينك الموقع هتلاقوه تحت الفيديو في الوصف، تقدروا تدخلوا عليه وتبداوا تشتغلوا. وبالتوفيق للجميع. وما تنسوش لايك لو الحلقات فعلا عجبتكم، وديسلايك لو الحلقات ما عجبتكوش، لان في كل الاحوال زي ما قلنا ارائكم تهمنا جدا واقتراحاتكم تهمنا جدا. اكتبوها لنا في كومنت. وما تنسوش الشير، وما تنسوش الهاشتاج بتاعنا شغل نفسك. وما تنسوش انكم تتواصلوا معانا بكافة طرق التواصل اللي هتظهر قدامكم تحت دلوقتي. وما تنسوش تتابعونا كل اسبوع في حلقة جديدة من شغل نفسك مع كريم عمر.